السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حلا تركي مشهور جدا، وهو حلا السميد التركي. كمان احسن حاجه فيه ان انت هتعمليه على البارد، يعني مش هتحتاجي ابدا فرن، هتعمليه على البوتاجاز. كمان بيتقبل معاكي اي حشوات، تقدري ان انت تسيبيه ساده او تحشيه بقشطه كدابه او ايس كريم على حسب رغبتك. وممكن كمان ان انت تضيفي عليه شويه من المكسرات. 15 دقيقة بتدخلي المطبخ وتخرجي معاكي طبق حلا ممتاز، كمان بشوية سميد ومية. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. في البداية هنحضر القشطة بتاعتنا ونسيبها علشان تبرد. كوبين من الحليب، الكوبايات دي المتوفرة في كل بيت، عليهم معلقتين كبار هرميين من النشا، معلقة ونص دقيق، كمان عليهم معلقتين من السكر. حلاوة القشطة دي هتكون خفيفة سكر، يعني تقدري ان انت تزودي السكر على حسب رغبتك. التقليب لازم يكون مستمر على البارد لغاية لما كل الحبيبات بتاعة الدقيق والنشا تختفي خالص، علشان ما تعملش معاكي حبيبات وتخرز معاكي. على نار هادية مع التقليب المستمر علشان يطلع معاكي كريمي بالشكل ده. اول ما بيوصل للمرحلة دي بتطفي النار وتفضيه على طول في طبق وتغطيه علشان الوش بتاعه ما ينشفش، وما نرجعش نضربه تاني في محضرة الطعام. وعلشان نبدأ نعمل الحلة بتاعنا، في طاسة سخنة ضفت 3 معالق كبار من السمنة البلدي. تقدري تستخدمي اي نوع سمنة متوفر عندك، وكمان تقدري ان انتي تستخدمي الزبدة. اول ما السمنة بدأت تسيح معايا ضفت 100 جرام من السميد، سميد خشن او ناعم المتوفر عندك في البيت. بدأت ان انا اقلبه، ولازم اتأكد ان السميد اتغلف كويس بالسمنة البلدي. التقليب بيكون مستمر على نار هادية علشان طبعا السميد ما يتحرقش منك او ياخد لون يكون فاتح ولون غامق. لازم التقليب يكون مستمر ومتواصل. بعد ما بيوصل للون الذهبي الفاتح بضيف كوب مليان من السكر. انا خليت السكر على نار متوسطة او اقرب للعالية علشان السكر يبدأ ان هو يسيح معايا بسرعة. في الخطوة دي لازم يعني تنتبهي، لان السكر طبعا درجة الحرارة بتاعته بتكون عالية جدا فممكن تتلسعي منه. ضفت 3 اكواب من المية. انا ما رضيتش ان انا اقطع الجزء ده. اول ما بتضيفي المية على السكر بحجر معاكي، فانت ما تستسلميش وتفكري ان خلاص كده باظت معاكي، لا. مع التقليب المستمر بالسباتولا او المعلقة الخشب هيدوب معاكي السكر، لانه في النهاية سكر فهيدوب معاكي. ولكن وانتي بتقلبي لازم تقلبي وتهرسيه بالسباتولا علشان اي حبيبات تتفتت معاكي خالص. كمية المية ما تفكروش ان هي كتيرة، السميد بيتشرب المية بسهولة جدا. اول ما تشرب ال3 اكواب المية ضفت عليه نص كوب من الحليب علشان يديني غناوة. تقدري كمان ان انتي تتخلي عن نص كوب الحليب. تقدري كمان تضيفي اي طعم انتي بتحبيه، ماء زهر. انا ضفت باكت من الفانيليا. اول ما بتضيفي الحليب تقدري ان انت تديله تقليبه وتغطيه على نار هاديه لغايه لما يتشرب الحليب، لكن انا فضلت مع التقليب المستمر لغايه لما حصلت على القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لازم يكون قوام متماسك علشان اقدر ان انا اشكله ما يتفتتش معايا. بعد خلاص ما طفيت عليه وهدي خالص، بدأت ان انا احشيه بالقشطه الكدابه اللي انا عملتها. اول حاجة بملأ البولة بالسميد اللي انا عملته، بعمل فجوة في النص علشان اقدر ان انا اضيف كمية الحشوة المناسبة ليا. كمان اهم خطوة وانا ما عملتهاش للأسف، بس قدرت ان انا اتحكم فيها، ان انت لازم تغلفي البولة بتاعتك او الفنجان، اي حاجة انت هتستخدميها في التقديم علشان تكون سهلة معاكي لما بتحاولي تقلبي الحلق بتاعك، لانه بيكون صعب طالما انت مش حاطة اي حاجة. فالافضل طبعا ان انتي تضيفي استرتش راب او كيس من اكياس التلاجة في البولة بتاعتك او الفنجان اللي انتي هتضيفي فيه الحلى، علشان يكون عازل بين البولة والحلى السميد بتاعك فيخرج بسهولة. طبعا انا ما عملتش الخطوة دي فاخد معايا شوية من الوقت. طبعا وانتي بتضيفي حلى السميد في الفنجان لازم تضيفي كمية سميكة او كمية كويسة، علشان وانتي بتقلبيه في طبق تاني ما يكونش رقيق فتنهار معاكي.
كمان حاجة مهمة، تغطي براحتك خالص على الحشوة دي، لان احنا سيبناها تبرد وترتاح فهتكون متماسكة معاكي، فانت تقدري وانت بتضيفي الطبقة اللي فوق تضغطي وتفردي براحتك، فما تقلقوش ابدا مش هتخرج معاكم. انا عملت الحركة اللي انتوا شايفينها دي، حاولت ان انا اعمل فجوة بين السميد وبين البولة بتاعتي علشان اقدر ان انا اخرجه بسهولة، لان زي ما قلت في البداية ما ضفتش استرتش راب. حل سهل وسريع ولذيذ، بألف هنا وشفا.